انت بقى تكيس المبايض؟ أيوة يا دكتور، أنا تكيسات المبايض. أنا المشكلة اللي بتخلي الدورة تتلخبط والوزن يزيد والبشرة تتغير. طب قول لي كده، انت بتعمل ايه في الجسم؟ أنا بخلي المبيض زي ما أنت شايف، بيحتفظ ببويضات صغيرة كتير بدل ما تخرج بويضة واحدة كل شهر. يعني البويضات كده هتتحبس وتتجمع؟ وتبقى زي حبات صغيرة حوالين المبيض. بس السؤال هنا، ليه بيحصل كل ده اصلا؟ غالباً بسبب مقاومة الإنسولين. ايوه، ايه علاقة الانسولين بالمبيض؟ علشان لما الإنسولين يعلى المبيض بيبدأ يطلع هرمونات ذكورية أكتر، طب وده يعمل ايه؟ يسبب اضطراب الدورة الشهرية وحبوب في البشرة وزيادة الشعر في الجسم. طب السؤال اللي كله بيخاف من اجابته، هل ده ممكن يأثر على الحمل؟ ممكن يخلي التبويض غير منتظم، لكن ده مش معناه إن الحمل مستحيل. طب ونسيطر عليك ازاي بقى؟ بالحاجات اللي أنا بكرهها، زي الحركة والتمرين، الأكل المتوازن، تقليل السكر وتقليل الوزن. يعني انت كده ممكن تتحسن؟ أيوة، وكتير من البنات بيتحسنوا جداً لما يغيروا أسلوب حياتهم. وزي ما سمعتوا، تكيسات المبايض مشكلة شائعة عند كتير من البنات، لكنها مشكلة نقدر نتحكم فيها. واعملوا فولو للدكتور لو عايزين تشوفوني تاني. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفترة الجاية.